السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني كتير 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 وجدا جدا جدا من الفيديو اللي فات. فيديو جديد في قناة عالم ملك. نبدأ الفيديو بتاعنا ونقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. زي ما انتم شايفين، هنعمل مع بعض النهاردة الحمام المحشي. هنعمله بطريقة سهلة، طريقة بسيطة وحلوة قوي قوي قوي. يعني عايزة اقول لكم، شايفين الحمامية عاملة ازاي؟ يعني حاجة كده فاخر من الآخر، حاجة عظمة. يعني عايزة أقول لكم كمان إن أنا من عشاق الحمام. فهنعمله النهاردة طريقة سهلة وبسيطة وحلوة قوي قوي قوي. يلا بينا ندخل في الفيديو بتاعنا، نشوف مقاديرنا ونشوف طريقتنا. بس قبل ما ندخل في الفيديو بتاعنا، لايك وشير وسبسكرايب لقناة عالم ملك. وزي ما انتم شايفين هنا الحمام بتاعي، انا هنا معايا 5 حمامات. طيب، طبعا انا غسلتهم ونضفتهم كويس جدا زي ما انتم شايفين اهو. ولو في حمامية هتلاقوها مغمقة شوية، ما تقلقوش منها، لان في حمام بيبقى لونه هو اصلا اسود، فبتلاقوا الجلد بيبقى مغمق شوية. فده ما فيش منه اي مشكلة، وما تقلقيش منه خالص. وزي ما انا بوريكم اهو، بصوا الجناحات بتاعتها بحطها ورا ظهرها كده، وببتدي افرغ من عند الصدر كده عشان خاطر نحشي الرز بتاعنا. اهو بصوا، يعني انا بفرغ من هنا اهو، بين الجلد وبين الصدر، بس بالراحه. عشان عايزه اقول لكم ان في واحده اتخرمت مني، وطبعا لما جيت احط الرز طالعه. فانا بخرم بفرغ بين الصدر وبين الجلد، بس مش للاخر. فاهمين قصدي حبايبي؟ عشان خاطر نحشي الرز وتبقى الحماميه بتاعتنا بقى كده ايه، كبيره وشكلها حلو كده. اهو بصوا، انا مخليه نضيف وزي الفل. وطبعا الحمام بتاعي انا مفرغه بقى كل الصدر من تحت كده من عند الزور، مفرغاه كله عشان خاطر لما اجي احشي الرز يبقى ايه، يبقى في مكان اهو زي ما انتم شايفين بالشكل ده. وطبعا زي ما بقولك تعمليه بالراحه خالص عشان ما يتخرمش منك. بصوا بقى، اول حاجه هنعملها هنفرم البصله بتاعتنا عشان خاطر نعمل الحشوه بتاعه الحمام بتاعنا. معايا هنا يعني حوالي 3 بصلات صغيرين اهو. وهنحطهم بقى في الحله بتاعتنا، وهنحط يعني حوالي معلقتين كبار من السمنه او زيت، يعني حسب الماده الدهنيه اللي انت حابه تحطيها او اللي انت بتستخدميها. ونروح بقى على البوتاجاز بتاعنا اهو زي ما انتم شايفين، ونبتدي اهو. هعدل بس الكاميرا. وهنبتدي ان احنا نقلب بقى ايه اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. هنبتدي نقلب البصل بتاعنا في السمنه اهو زي ما انتم شايفين، لحد ما يدوبك يدبل اهو. بعد كده هكون انا محضره الكبد والقوانص. وطبعا مش بحطها وهي بحالتها، يعني بقطعها قطع صغيره. يعني بقطع مثلا القنصه على 2، الكبده مثلا على 2 كده. وهبتدي انزل بيها زي ما انتم شفتوا كده على البصله، ونبتدي نشوح الكلام ده كله مع بعضه. هنبتدي بقى ننزل بالتوابل بتاعتنا. والتوابل اللي انا هحط فلفل اسمر وهحط ملح بس فقط لا غير، مش هحط اي حاجه تانية. هنقلب بقى الكلام ده كله على بعضه كده. وطبعا هنا انا هكون غاسله الرز، يعني يا دوبك يتشوحوا كده ولون الكبده والقنصه كده تغير. والبصله بتاعتي لونها يغمق، هكون غاسله هنا الرز بتاعي. وابتدي انزل بيه على الكبد والقوانص زي ما انتم شايفين بالشكل دوت، وابتدي اقلبهم على النار شويه. يعني هفضل اقلب فيهم شويه كده عشان خاطر الرز بتاعنا عايزاه يبقى غامق، عشان لما نيجي نحشيه في قلب الحماميه ما يبقاش لونه فاتح. بايديا كده، وافضل ايه اجيب من تحت لفوق كده واقلبه اهو بالشكل ده. طيب الحمامية بتاخد رز قد ايه؟ الحمامية بتاخد نص كوباية من الرز، ما تكتريش عن نص كوباية. تمام كده حبايبي. وهنبتدي بقى ننزل بالمية، وهنسويه 3/4 سوا اهو. يعني انا مش عايزة اسويه للاخر، لا هو 3/4 سوا بس. هسيبه بقى لحد لما يتشرب كده اهو، واوطي بقى النار عليه. وهنا كان عندي بقى ملوخية، وكنت مقطفاها وغسلاها وسبتها لحد لما نشفت اهو في المصفى، كنت عاملاها من بالليل. وهبتدي بقى ايه ان انا اضربها في الكبه بتاعتي. عايزه اقول لكم يعني الكبه اللي انا بضرب فيها الملوخيه دي بتخلي الحاجه حتت صغننه، مش بتخليها بقى ايه زي العصير كده و... يعني مش بتخليها بتمط كده، فاهمين قصدي؟ يعني بتخلي الملوخيه معايا كانها متخرطه بالظبط، بتقطعها قطع صغننه خالص. هنبتدي بقى نضربها في الكبه. وهنا بقى هكون محضره الشوربه بتاعتي، وهحط عليها معلقه من الصلصه.
وابتدي انزل بالملوخيه بتاعتي في قلب الشوربه والصلصه، اسيبهم يغلوا بس شويه اهو. نديها كمان ضربه لان أنا طبعا قلبتها عشان كان في قطعه لسه كبيره، فبحاول ان انا اقلبها عشان خاطر كلها تبقى متقطعه قد بعضها، متبقاش واحده كبيره وواحده صغيره. تمام كده اهو. بس كده كده خلصنا الملوخيه بتاعتنا. احطها بقى في طبق واركنها بقى على جنب، وبعدين نشوف الرز بتاعنا. بصوا بعد لما استوى هحطه بقى في الصينيه. وطبعا هنا الرز بتاعي استوى 3/4 سوا. تمام كده حبايبي اهو. هسيبه بقى في الصينيه كده افرده لحد لما يبرد خالص عشان ابتدي احشي الحمام بتاعي اهو. هنا بقى بعد ما برد هنبتدي بقى نحشي ايه الحمام، نحشي الحمام بتاعنا. طيب هناخد بقى ايه، شايفين الدراعات بتاعه الحمام كده نرجعها يعني كأنها نايمة على ظهرها كده الحمامية. عارفين لما الواحد بينام بقى يحط ايده ورا ظهره كده؟ ايوه بالظبط كده. فاحنا بنعمل في الحمامية كده بقى، ونحط ايديها كده ورا ظهرها عشان خاطر بقى ايديها كده ما تقعدش تعاكسنا واحنا بنحشي الحمامة. هنحشي بقى الحمام بس مش هنكبسه. فاهمين قصدي حبايبي؟ هنسيب يعني فراغات من جوه. وطبعا هنا بيكون في فتحة من تحت، هبتدي ان انا ادخل الرجلين اهي زي ما انتم شايفين. وعايزه اقول لكم ان الفتحة اتقطعت بس مش مشكلة، بعد كده يا اما تربطيها بحتة خيطة او تعملي بخلة اسنان، يعني دي ما فيهاش مشكلة. هنبتدي بقى نحشي من الزور اهو زي ما انتم شايفين، وبالراحة هنبتدي ندخل بصوابعنا كده. شفتوا لما انا قلت لكم ان انا بفرغ بين الجلد وبين الصدر بتاع الحمامية، هنبتدي ندخل بقى في الحتة اللي في النص ديت اللي هي فوق صدر الحمامة. هنبتدي ندخل فيها الرز اهو بالراحة واحدة واحدة، ونخلي بالنا عشان خاطر ما تتقطعش مننا، لان طبعا الجلد ده بيبقى رقيق وبيبقى حساس. يعني الحمام بالذات لازم يتعمل بحرص شوية عشان ما يفرقعش مننا اهو. وطبعا من فوق هنا هتربطي بقى بخيطة او بطبارة او بخلة اسنان، يعني المتواجد عندك اهو. بصوا الحمامية حتى لو هي صغيرة وانت هتحشيها هتلاقي الحمامية معاكي كبيرة. الحمامية الاولانية دي انا هربطها بفتلة كده من عند الرجلين، عشان زي ما بقول لكم القطعة اللي تحت دي يعني الخرم اتقطع. فاهمين قصدي؟ فدي مش مشكلة برضو. اهم حاجة ان احنا نكتف الحمامة من عند رجليها ومن فوق نربطها عشان خاطر الرز ما يطلعش بره. زي ما انا بقول لكم لما نيجي نحشي الحمام ما نكبسهوش جامد عشان خاطر ما يفرقعش مننا. عايزة اقول لكم انا هنا عاملة 5 حمامات. تمام كده. في واحدة بقى منهم وانا بفرغ بين الجلد وبين الصدر، عشان كده بقول لكم الحمام حساس، تخلي بالكم وانتوا بتفرغوا الحتة اللي فوق الصدر ديت فاتخرمت مني. فلما جيت ان انا احشيها بالرز وانا نسيت ان انا اخيطها من فوق بخيط وكده، فما جيت احطها في قلب الحله لقيت الخرم ده فزي تقولوا ايه فرقعت. واحده تانية بقى هقول لكم انا فرقعت مني ليه بقى، هقول لكم السبب برضه عشان ما تغلطوش نفس الغلطه بتاعتي. انا الحمام بتاعي ده في حمام كبير وفي كانت واحده صغيره او 2 صغيرين. تمام كده. فانا لما حطيتهم حطيت الحمام كله، فزي ما تقولوا ايه انا المفروض كنت طلعت الصغيره الاول لانها ما بتاخدش سوا زي الكبيره. فاهمين قصدي ازاي؟ فانا المفروض كنت طلعت الصغيره الاول لان هي هتستوي الاول. لا سبته كله لحد لما استوى مع بعضه. فانا جايه ببص في الحله فانا اتفاجئت ان في واحده فرقعت اللي هي فعلا الصغيره. طبعا هوريها لكم، مش هخبي عنكم اي حاجه، هوريكم كل حاجه وتعلموا برضو من الاخطاء اللي الواحد بيغلط فيها. يعني انا سهيت او كنت بعمل حاجه تانية فسهيت عن الحمام، وما يعني ايه ما جاش في بالي ان الصغيره المفروض اطلعها الاول او سرحت، يعني في حاجه حصلت. فيعني الحمد لله اهو زي ما انتم شايفين. بصوا الحماميه عامله ازاي اهو. عايزه اقول لكم ان الرز هيكفي بالظبط زي ما انا بقول لكم كده. كل حماميه بتاخد نص كوبايه من الرز. تمام كده حبايبي. والرز طبعا مش بنحشي جامد زي ما انا بقول لكم عشان خاطر الحماميه ما تفرقعش مننا. تمام. بياخد نص ساعه على النار في السوا بتاعه. واهم حاجه ما يكونش على نار عاليه، يكون على نار متوسطه عشان طبعا ده رز ياخد ايه بقيه السوا بتاعه براحته. ما تبقاش الحماميه من بره مستويه والرز تلاقيه من جوه لسه ايه ني. تمام كده. طيب هنحشي بقى ايه الحمام بتاعنا اهو.
اخلصه بقى كله. يعني بصوا طريقته سهله مفيهوش اي حاجه، بس زي ما انا بقول لكم عايز حرص شويه واحنا بنعمله. تمام كده حبايبي اهو. يعني الموضوع سهل وبسيط جدا جدا. بصوا انا عايزه اقول لكم على حاجه بقى، عشان انتوا عارفين ان انا القناه بتاعتي انا بعمل لكم دايما حاجات اقتصاديه وحاجات موفره، فهتقولوا لي بقى منين انت بتعملي حاجات اقتصاديه وحاجات موفره وعامله لنا حمام والحمام غالي؟ فانا كنت حابه ان انا اتكلم في الموضوع ده بصراحه. بصوا حبايبي الحمام ده انا مش شارياه، الحمام ده احنا عندنا حمام احنا بنربيه فوق السطح، يعني جوزي اللي بيربي الحمام دوت، فانا جايباه من فوق السطح، يعني انا مش شارياه. تمام كده حبايبي. بس حبيت اوضح لكم المعلومه دي عشان محدش يقول لي انت بتعملي حاجات اقتصاديه وحاجات بسيطه وجايه تعملي لنا حمام. تمام كده. اتفضلوا بقى عندنا، اللي عايز ياكل حمام يجي ياكل حمام من عندي، اعمل له احلى حمام محشي. طبعا الحمام ممكن تحشيه بالرز، ممكن تحشيه بالفريك. فانا المره دي عملته، انا دايما بحب اعمله اهو. بصوا بوريكم الخرم اللي هو بتاع الحماميه. بصوا فممكن تحشيه بقى بالفريك، يعني زي ما بتحبي، ممكن تحشيه بالرز. يعني الحاجة دي بقى ترجع لك، زي الحاجة اللي انت بتحبيها تقدري تحشي بيها. تمام كده. وهنا جبت فتلة بقى وابتديت ان انا عشان ما عنديش خلة اسنان، وابتديت ان انا اربط الرجلين كده اهو بالشكل دوت. وطبعا هنا انا كنت حاطة مية على النار وسبتها لحد لما غلت عشان هبتدي اسقط الحمام فيها. ومن عند الزور برضو كده زي ما انتوا شايفين هنبتدي ان احنا نربطه من عند الزور. حطوا بقى لايك، واللي ما اشتركش في القناة يا ريت يشترك في القناة. اهو شفتوا بقى انا حطيت ايديه ورا ظهره ازاي. هنا بقى المية بتاعتي لما غلت حطيت فيها بصلاية، حطيت ورق لوري، وحطيت حبهان اهو. وهنحط فلفل اسمر، نحط ملح. عايزة تحطي اي توابل تانية ممكن تحطي، بس انا عشان ما اضيعش طعم الحمام ما بحبش احط اكتر من الفلفل الاسمر وبس. يا فلفل اسمر، حبهان، الحاجات بتاعه الشوربه، ورق لوري. وهنا بنسقط الحمام بتاعنا، واهم حاجه الحمام ما تحطوش فوق بعضه، يعني يتحط بعيد عن بعضه. فاهمين قصدي حبايبي؟ ما يبقوش فوق بعضهم كده اهو. بصوا بقى في حمامية انا اللي لقيت اللي هي كنت خرماها ديت، هطلعها وهسويها بعد كده، بعد ما اخلص الحمام ده هسويها لوحدها عشان هو المكان ما كفاش. بصوا هنا انا خلصت 4 الحمامات الاولانيين والتانية لسه حطاها على النار. تمام كده. بصوا بعد ما طلعته هنبتدي بقى بنعمل الطشة بتاعت الملوخية. الملوخية هنا كنت سقطتها زي ما انتوا شايفين، وحطيت في الطاسة بتاعتي قطعة من الزبدة او السمنة، وهنحط الثوم بتاعنا اهو، ونبتدي نعمل التقلية بتاعت الملوخية اهو. هنبتدي ننزل بالكزبرة بتاعتنا اهو، ونقلب بقى لحد لما نشم ريحة الكزبرة كده مع الثوم، ونعمل الطشة بتاعت الملوخية بتاعتنا اهو. بس كده حلو قوي. او هجيب بقى الحلة اهي اللي فيها الملوخية، نبتدي ننزل بالطشة بتاعتنا اهو زي ما انتوا شايفين وشامين الريحة. ايه رأيكم بقى في ريحة الملوخية بتاعتي؟ يعني حاجة كده عظمة فاخر من الاخر. بصوا الملوخية عاملة ازاي، تحفة تحفة تحفة. هسيبها بقى لحد لما تاخد غلوتين كده واطفي عليها. واهم حاجه في الملوخيه عشان ما تسقطش منك، ودايما اقول لكم ما تحطوش ما تسيبوش المعلقه فيها او الكبشه فيها، ما تغطوهاش بعد لما تخلصوها. لو عملتي حاجه من الحاجات دي الملوخيه هتسقط منك في قعر الحله. يعني ولا تغطيها ولا تسيبي معلقه ولا كبشه فيها. تمام كده. واول لما تحطي الطشه بتاعتك تاخد بس يعني يا دوبك اول ما تبتدي تغلي من عند الحروف كده، تغلي خلاص تقومي مطفيه عليها، ما تسيبهاش لحد لما تقلب. بس كده الملوخيه طريقتها سهله ومفيهاش اي حاجه. بصوا بقى هنا انا زي ما انتوا شايفين، انا الطاسه هنا حاطه فيها زيت وهحمر الحمام بتاعي في الزيت. تمام كده. في بقى ناس بتحب تحطه تحت الشوايه وتحط على وشه بقى صلصه وكده، بس انا بحب اعمله في الزيت. تمام كده حبايبي اهو. هحمره بقى من الناحيتين زي ما انتوا شايفين بالشكل دوت. وبرضو تخلي بالك وانتي بتحمريه عشان ما يفرقعش منك اهو. من هنا ومن هنا اظن الموضوع سهل وبسيط جدا جدا. وادي الحمام اهو، دول التلاتة
اللي ايه طلعوا سلام. الاولانيه اللي انا قلت لكم عليها، اللي انا ايه وانا بعمل بين بايديا كده بفرغ بين الجلد والصدر، دي اتخرمت مني تمام كده. التانية بقى اللي زي ما انا قلت لكم عشان هي كان حجمها اصغر من دول، فالمفروض كنت اطلعها الاول، فدي فرقعت مني. تمام كده حبايبي، وهوريها لكم برضو كل حاجه هوريها لكم. انا كنت ممكن اقص كل ده في المونتاج على فكره، بس انا حبيت برضو ان انا اوريكم اللي انتوا، وان انا عايزاكم تتعلموا من الاخطاء اللي انا برضو وقعت فيها، او انا كنت كمان مشغوله والله كنت بعمل حاجات تانية فانا سهيت عنها. اهو بصوا، شايفين الحمام عامل ازاي؟ حاجه كده فاخر من الاخر. نديله بقى رشه كده من الخضره وبس. هو ده بقى كان الغدا بتاعنا. وعايزه اقول لكم كمان كان عندي لوبيا اصلا، وكنت عامله شويه رز، فعملت بقى معاها الحمام، وعملت شويه ملوخيه، وادي الحمامتين اللي بقول لكم عليهم برضو حمرتهم اهو. هيتاكلوا يعني، هو الحمام هيتاكل يعني، انا بحبه جدا جدا. بكده بقى نكون خلصنا الفيديو بتاع النهارده. يا رب الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، ويا رب الفيديو بتاع النهارده يكون خفيف على قلبكم. ما تنسوناش بقى بدعواتكم الحلوه، تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب. ولو اول مره تشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناه. اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.